السلام عليكم. تعرفوا إن في مشاكل ساعات بتقف قدّام الواحد يبقى مش عارف يحلّها، أو مش عارف يقول رأيه فيها إزاي. يعني أنا مثلًا لمّا واحدة بتقول لي إن هي عارفة إن مرات أخوها على علاقة بواحد، بس مش قادرة تقول له، ومش عارفة تتكلّم معاه، لإن أخوها ده عصبي جدًا، فهي عرفت إن هي لو قالت لأخوها ده ممكن يموّت مراته. قامت عملت إيه، عملت الصح، خدت مرات أخوها كده على جنب كده واتكلّمت معاها. قالت لها ليه كده ومش عارف إيه، ده أنتِ عارفة إن ممكن تخربي بيتِك وممكن يحصل ويحصل ويحصل. رَد مرات أخوها البجحة إيه، قالت لها باقول لِك إيه، لو ليكِ عندي حاجة خديها، وعايزة تروحي قولي لأخوكِ ما هو موجود. إيه البجاحة اللي أنتِ فيها دي؟ ده على رأي ما بيقولوا إن طلع العيب من أهل العيب مش عيب. فبتقول لي طَب أنا أتصرّف إزاي؟ أخاف أقول لأخويا يقتلها، أبقى أنا خسرته. هي جيت كلمتها مش عارفة أعمل إيه. طب أنا رديت عليها، قُلت لها: "يا حبيبتي طالما أنتِ كده وكده وأنتِ واثقة ومتأكدة." قالت لي: "آه واثقة ومتأكدة." قُلت لها: "خلاص، يبقى روحي اتكلمي مع أخوها." وقالت لي: "والدها متوفي." قُلت لها: "كلمي أخوها أو كلمي أمها، اتكلمي معاهم بينِك وبينهم، اتراجعت، ما اتراجعتش يبقى كده أنتِ كده أخوكِ بيتمرمط بشرفه الأرض وهي كده حاطة حاطة إيدها على خدها ومكبّرة دماغها وعارفة إن أنتِ خايفة على أخوكِ فولاعي أنتِ وأخوكِ." فأنا مش عارفة بصراحة في مشاكل زي كده الواحد بيقف قدّامها ومتنّح، وبافكّر إن أنا لو في نفس الموقف ده هاتصرّف إزاي؟ هل هاقول أخويا واضيّعه والّا أروح أكلّمها؟ طب ما هي كلّمتها والبجحة أم عين باكسة دي قالت لها روحي قولي لأخوكِ. طب هتعمل إيه؟ هتضيّع أخوها. على العموم أنا رأيي كده قُلت لها روحي اتكلّمي مع أخوها واتكلّمي مع أمها واقعدي معاهم وقولي لهم، وهُم أحرار بقى يتصرّفوا ويشوفوا الحل في الموضوع ده إيه. وأقول لِك إيه يا بنتي ربنا يهديها يا رب، ربنا يهديها ويكفينا شر ولاد الحرام يا رب. ويردوا عليّا كده لو أنا رأيي كده كويس أو أنتم ليكم رأي تاني يا ريت، يا ريت كده نرُد ونبقى أسرة واحدة وبنعرف نفيد بعض. سلام عليكم. واللي ما اشتركش في الصفحة يا ريت يشترك، أو يبعت لي لايك كده أو أي حاجة تحسسني إن هو معجب بالصفحة أو أنا كده صح. سلام عليكم.